محدش في الدنيا قال انه عايز يكسر الجيش، بس احنا عايزين نكسر السلطه الاستبداديه، عايزين نكسر السلطه طبعا هنعمل كده. اي حد هيوجه النار للمتظاهرين عزل في تظاهر سلمي او في اعتصام سلمي، من حقه انه يبقى بيحاول ياسس لشرعيه مختلفه عن الشرعيه القمعيه اللي بتحكمنا بقالها عشرات السنين. طب معلش اخر جزئيه فيما له علاقه، يعني التقرير الثاني بقى دوت بالظبط بيشاور حوالين انه يعني الغزل ما بين المجلس العسكري وما بين شيوخ التيار الاسلامي، يعني لما تقرير منحدر يعني لا يمكن اعتبارها تمثل حتى يعني أو في اتفاق على انه جزء يعتد بيه باي حال. انا رايي انها فئه مهمه جدا في التيار الاسلامي وبتكتسب شرعيه، بتكتسب احترام كافه. الشيخ محمد حسان بيكتسب احترام كافه التيارات الاسلاميه يعني. فانا في رايي انه الغزل اللي واضح ما بين، واحنا بنتكلم حوالين صفقه ولا موافقه ولا علاقه شرعيه ولا غير شرعيه، الغزل اللي ما بين جنرالات المجلس العسكري وما بين شيوخ التيار الاسلامي يعني واضح تماما هو مشاور على فين، مشاور على فين ومودينا اي سكه. اخر سؤال بقى، احنا دلوقتي في ازمه في البلد دي، في ازمه واضحه، في مطالب للثوره دي ما اتنفذتش. في السؤال يا خالد، ما انا جاي في الكلام، قول السؤال على طول. في ازمه حوالين السلطه هتتنقل ولا مش هتتنقل، في ازمه حوالين هننتخب رئيس جمهوريه ولا هنعمل انتخابات ولا هنعمل دستور. واعتقد انتوا ادرى مني ان احنا استفتينا في الاستفتاء اللي اتغير 150 مره، اللي خد شرعيه من ملايين المصريين نزلوا حوالين انه رئيس الجمهوريه طبعا هيجي قبل الدستور. اما احنا ليه استفتينا على المواد اللي اتغير؟ فدي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه، هل مجلس الشعب، انتم موافقين ان مجلس الشعب اللي جاي اللي منتخب بطريقه ديمقراطيه وشفافه يستلم السلطه ولا مش موافقين؟ موافقين ان مجلس الشعب يورينا ربع التجربه بتاعت تونس مجلس الشعب المنتخب من قبل الجماهير بتاعتها جاب رئيس وجاب حكومه. هل مجلس الشعب اللي جاي ده هينتخب ويجيب رئيس جمهوريه مؤقت وهيجيب لنا حكومه، ولا هيتزين المجلس العسكري في قراراته؟ يعني المهم هنا راح 3 اسئله. طيب يعني لا خالد عشان ما ناخدش بيدج لطيف قوي عملوها الشباب، ما تاخدش من حقوق زملائك كمان جمله. في بيدج لطيف قوي يعني وشعارات لطيفه نازله في يوم 25 يناير الجاي، اللي اتمنى ان كل القوى في مصر بما فيها التيار الاسلامي يبقى بيشارك فيها، حوالين انا ما وقفتش في الطابور عشان انتخب طرطور. مجلس الشعب ده هيعمل ايه لو مش هيستلم السلطه وينهي حكم المجلس العسكري وينهي الفتره الانتقاليه؟ شكرا يا خالد. انا بس تعليق اخير لك يا دكتور. تعليق اخير. واحد، انا تحدثت عن شراكه طويله الامد نسبيا، يعني خلال مرحله 4 سنوات، مش شراكه اجرائيه بمناسبه الوضع المعقد. 2، قضيه الوضع الخاص للجيش من عدم الوضع الخاص للجيش لا يجب قصرها على حكايه الميزانيه والسر فيها وعدم السر والطريقه الملائمه لمناقشتها. الجيش يمارس نشاطا اقتصاديا وتجاريا خارج دوره العسكري يمثل بحسب التقديرات على الأقل 20% في التقديرات المشتركة. السؤال ده جوهر امتيازات ومصالح ما مصيرها. جوهر امتيازات ومصالح منها تفويض السلاح الذي كان يصدر سنويا من البرلمان تلقائيا لمبارك. القضية الجوهرية عندي انني اتخوف من التالي، ان احنا، والحقيقة التخوف هنا مش من الاخوان ذوي طبع برجماتي، يعني في النهاية يعني اعرف من غزلان اكتر مما تعرف من عصام العريان. الحقيقه يعني كلما تكلم ببساطه اكتر كذا. فانما الحقيقه في خارج التيار الاخوان المسلمين في تيارات اخرى. التيار السلفي على سبيل المثال، انا اخشى من تكون جيشين في سلطه البلد، جيش عسكري هو جيش مصر اللي احنا عندنا استعداد نضاعف ميزانيته الرسميه، بس الميزانيات غير الرسميه كلها تخرج من الملعب او تضم والجيش الثاني اللي خايف منه، والجيش المدني ممثلا في جماعات السلفيين تحديدا. يعني انا اخشى من تكون صوره تاليه، انه في سلطه لديها جهازها الاداري والامني، وفي جهاز اداري وامني اضافي في قمع الموجات التاليه من الثوره المصريه. واريد ان اؤكد بالمناسبه على حاجه، ليس معنى اعترافنا او الاعتراف الطبيعي اجرائيا بانه طرف ما فاز في الانتخابات فيتوجب عليه ان يحكم، ان يسقط هذا الطرف الاخر الحق الديمقراطي الذي يسبق التمثيل البرلماني، وهو حريه الاعتصام والتظاهر والاضراب باعتبارها الاساس الخرساني للديمقراطيه. تعليق اخير يا دكتور. لا طبعا انا متفق مع معظم اللي قاله عبد الحليم.